سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي راح ندير فيه روتين العنايه بالقدمين او بالارجل. راح نعطيكم الطريقه بالتفصيل والمواد اللي نستعملهم انا. راح نبدا باول حاجه واللي هو هذا البول. راح تجيبوا بول، راح تديروا فيه القليل من الماء الدافئ وتضيفوا له جل دوش اللي تستعملوه نتوما، القليل منه. وراح تستعملوا كذلك فيه ماء الورد. اللي ما عندهاش ماء الورد ممكن تستعمل خل ابيض، واللي ما عندهاش خل ابيض ممكن تستعمل ملح فقط. راح ديروه بهذه الطريقه، وبعدها راح ديروا فيه رجليكم لمده 20 دقيقه، من ربع ساعه ل 20 دقيقه، حتى تحسوا كرعيكم هكا الجلد تاعو ولا طري. بعدها تقلعوهم. راح نقول لكم بلي هذا البور يبان صغير، انا ما نستخدموش هذا، جيت ندير لكم فيه غير الطريقه. انا حاليا نستعمل هذا الجاكوزي اللي من بابيليز. هذا الجاكوزي اللي خاص بالارجل، منه يدير مساج وكذلك يدير ينقي، يديريه معاه الباديكير. يجي بهذه الطريقه ويكون على شكل فقاعات هكا. تزيدي فيه وتنقصي، ويكون فيه هذا الشتاء اللي كي تحطي عليها رجليك تقعد تدور ويدير كذلك المساج. فنستعمله هو والكتريك. راح البنات اللي تحب تشريه راح تلقاوه في امازون متوفر بكثره. البنات اللي هنا في اوروبا تلقاوه في اوشون، تلقاوه في الكارفور، تلقاوه في كاع الاماكن، وتلقاو كاع لي مارك. انا خدمت بابيليز وصراحه صدق لي هايل. بعد ما ديري رجلك في الماء لمده ربع ساعه او 20 دقيقه، راح تجيبي ليمونه، نص ليمونه، وتحكيها قبل راح تجيبي هذا الحجر اللي البنات كامل تعرفوه، متوفر بزاف على شكل حجره. انا شريته بهذا الستيل. نتوما اللي عندكم ليسونسيال يكون حجر، تحكوا به كامل الرجل تاعكم وخاصه الاقدام، حتى تحسوها باللي هذاك الجلد الميت الفوقاني بدا يطير. بعدها مباشره راح تجيبوا نص حبه ليمون، وراح ديروها كامل على الارجل تاعكم كامله. حاولوا تحكوها، حاولوا هذا العصير اللي فيها الداخل او الماء اللي فيها الداخل يملا كاع الجلد تاعكم، الجلد تاع الارجل تاعكم. بعد ذلك من تكملوا من هذه العمليه راح يكون عندكم هادو اللي يجوا على شكل مبرد. كاين هذا الحديدي وكاين هذا المبرد العادي. صراحه انا نفضل هذا، نستخدمه دائما، راه عندي هنا وعندي في هذه، لانه هذا كي تقعدي تحكي في رجليك يطير لك البودغ اللي في الرجل تاعك على شكل بودر. اما هذا يطيروا غرافي ويضر بزاف. انا ما نستعملوش. البنات اللي تحب تستعملوه، لكن الاكثريه ننصح بهذا كي شغل يخلي الرجل تاعك ناعمه وما يخليهاش هكا كيما هادو يخلي الجلد هكا واقف. صراحه روعه. راح تبداي بعد ما استخدمتي الليمون، راح تبداي بهذه تحكي بهذه الطريقه. شوفوا راح نستخدمه في يدي، وراح تشوفوا كيفاش تجبد الجلد الميت. راح تستعملوا هذه الطريقه في الارجل كامله، خاصه الاقدام. وبعدها راح تجيبوا هاد الادوات اللي كامل متوفرين عندنا، هما اللي راح يديروا لك يسقموا لك ظفارك.
اول حاجه راح تستعمليها هو هذا المقص اللي يجي معوج او يجي هكا على هذه الطريقه. كاين اللي عندهم هادو، كاين اللي عندهم كيما البانسو اللي البانس اللي يخدموا به هكا يجي دائري. انا نفضل هذا نستخدمه. هذا راح يكون لنزع الشعر الميت اللي يجي في اطراف الظفر وكذلك في الحواف. هذا كي تتعودي عليه وتستخدميه راح تصيبيه بزاف الناس تهملوا، راح تصيبيه هايل. حاولي هنا في الاصابع تاع اليد ما يكونش الجلد الميت بزاف كما يكون في الرجل، فحاولي تدوري عليها كامله وتقلعي هذاك الجلد الميت. بعدها راح تجيبي هذا اللي يجي تاني مع المعدات، هذا اللي يجي حاجه سامبل بزاف تاني الناس ما يخدموش به. هذا دايرينو سبيسيال، انا اللي نوريكم في اليد تاع في اظافر تاع يدي. نتوما هذا الشيء طبقوه في الاظافر تاع الرجلين تاعكم. كما راكم تشوفوا كاين جهه غليظه وجهه تكون رقيقه. راح هذه الجهه تستعمل في هذه الاطراف في الارجل، مع راح تطيري الجلد الاسود، وراح تطيري كذلك بهذا الكبيره اللي راه بين الظفر والجلد، راح يطير هذاك الميت كامل تقلعيه بهذه الطريقه هاك، وراح ينقلع بصراحه يعاون بزاف. بعدها راح تجيبي عادي كما اللي نقلعوا به الاظافر، راح تقلعي كامل الاظافر تاعك عادي كما العاده. بعدها تجيبي متوفر ثاني فيه المبرد، كامل نعرفوا نستخدموه. راح تبردي الاظافر تاعك على شكل دائري او شكل كاري او كما تحبي نتيا. راح يكون بشكل دائري او بشكل كاري. بعد كي تتعودوا بهاد الادوات راح يكونوا ساهلين تخدموا بهم. راه فيهم بقى لي هذا الكوبونغ صغير اللي تقلعي به تقلعي به الاصبع صغير، وبقى لي هذا اللقاط انا صراحه ما نخدمش به اصلا. بعد ذلك مباشره راح تجيبي هذا الخليط اللي هو عبارة عن زيت الزيتون وملح. اللي ما عندهاش زيت الزيتون تقدر تستعمل زيت اللوز المر وتاني الملح، وتحكوا على كامل رجليها، وبعد تغسل باش يطير هذاك يطيروا هذوك البقايا اللي قلعناهم بالبانس يتو هذوك الصوالح يطيروا مع هذا الخليط كي تحكيه، وتاني يتفاعل ماء الورد مع الملح وتكون النتيجه روعه. بعدها البنات راح تجيبوا هذه الشيته اللي دايره كيما هكا، تتباع في كل المحلات. انا هذه جاتني مع لا ماشين او الجاكوزي اللي شريته، لذلك ما نحتاجش غير هي نقلعها نستعملها. راح ديري فيها القليل من الدونتيفريس اللي عندك، اي معجون الاسنان، وراح تقبضي الاظافر تاعك اللي يصفاروا بزاف من الغوزيزونغ وكذلك يصفاروا من الاحذيه. راح تبداي تحكيهم بشكل دائري وتنقيهم كامل. صراحه الدونتيفريس مع هذه الشتاء راح يولوا يبرقوا الاظافر، سيرتو هذيك الصفوريه اللي تكون في القلب. تحاولي باش تكثري من معجون الاسنان وتحكي. وبعدها بعد ذلك راح تشلي الرجل تاعك بالماء العادي. و بعد ما تقومي بديك العمليه، كاين البنات اللي عندهم في الاصابع تاعهم القليل من الشعر نايضلهم، من الاحسن انها تعمل بهذه الكراطه تنحيها بالعقل حتى يتنحى. اللي ما عندهاش ممكن تستعمل جوطابل، مي نقولها بلي جوطابل كي تخدمي بها راح تغزر الشعر في ديك المنطقه. حاولي باش تستخدمي هذا احسن من كل شيء. بعد ما كملنا من هذه
بعد ما كملنا من هذيك العمليه كامل وحسينا بلي رجلينا صاي تنقاو وكلش، راح نجيبو فازلين وندهنوه كامل على الارجل تاعنا. البنات اللي يديروا هذه العمليه في الليل ماذا بكم تلبسوا قشر خفاف يعني قبل ما ترقدوا. بعد ما ديروا الفازلين تلبسوا هذا التقاشر، وغدوه الصباح راح تصيبوا رجلين تاعكم روعه. اما اللي يديروا هذه العمليه في النهار لازم يكون عندك وقت طويل. حاولي تخدمي هذا اللي احنا نغلفوا به الماكله، حاولي ديري واحد سبيسيال للارجل تاعك وتخدمي به كي تجي ديري المانيكير. حاولي باش تقلعي وتلفي هذا كامل على الرجل تاعك بطريقه دائريه. بعد ما تديري فازلين طبعا وتقعدي في بلاصه لمده ساعه ساعتين، كل ما تكون المده اطول تقعدي بهذا البابي والفازلين كل ما تعطيك نتيجه احسن. حاولي ديريها وتقعدي في بلاصه. بعدها كي تقلعي هذا او اللي درت تقاشر، كي تقلع على التقاشر تاعها راح تجيبي مرطب، اي مرطب كان. انا حاليا نستعمل هذا، مشي لازم يكون هذا، اي مرطب تاع يدين. ممكن يكون نيفيا تاع زيت الزيتون، راه متوفر بكثره سيرتو في الجزائر. راح ديريه كامل على رجليك باش يبقاو رطبين، وبصراحه النتيجه راح تكون روعه روعه روعه. في الاخير راح هذه هي العمليه كامله قلتها لكم باختصار. حاجه اللي الاخيره اللي جيت نهضر عليها هو هذا ديودورون لي سبيسيال للارجل. صراحه انا كنت نستعمل ماركه واحده اخرى، ومن بعد تلاقيت بهذه الماركه. تتباع عند لي كوسميتيك وتتباع هنا في الكارفور، تتباع في اوشون، تلقاو كاع الانواع والاشكال. صراحه من اروع ما استعملت. هذا ماشي غير ديودورون، لا هذا يستعمل لترطيب البشره، تبقى البشره تاعك هايله. مع البنات اللي عندهم رجليهم يعرقوا سيرتو في الصيف تستعمليه باه ينشف لك رجليك، يعني 24 ساعه ما يعرقوش رجليك، وتقعد البشره تاعك جافه ورطبه، وكذلك ريحته ولا اروع. بدلته بهذا شويه قاطعه لكن منعشه تهبل الريحه تاعو. كما تشوفوا فيهم رجلين ويجي ريحته ما نحكي لكمش ريحته كي دايره. هذا تستخدميه قبل ما تلبسي صباطك حشاك ولا اي حاجه تجي خارجه ديريه وتروحي، او كي تجي رايحه تخدمي كي ترجعي راح تبي الرجل تاعك روعه روعه روعه. هادو هما المنتجات كامل اللي جيت نهضر لكم عليهم. ان شاء الله ما نكونش نسيت حاجه، خاطرش كي نطبق ماشي كيما كي نجي نشرح. البنات الا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا له اكبر عدد من ليجان من لايكات باش ندير لكم تطبيقيا. راح ندير لكم هاد الحاجات كامل اللي هضرتهم عليهم راح نطبقهم على الرجلين تاعي في فيديو حاشاكم في فيديو. الا يهمكم الامر خلوا لي في التعليقات باش ندير لكم الفيديو الجاي تطبيقيا المانيكير، وراح نعطيكم الطريقه بالتفصيل وكيفاش نديرها. هذا هو كان الفيديو لليوم. ما تنسوش تبارطاجيوه مع الناس اللي يهمهم الامر في لي جروب تاع النساء في اي بلاصه. المهم اللي جات جديده تاني ما تنساش تشترك في القناه، وباي باي الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.